اللي عمله ده انا ما اقدرش اعمله، ده كان ناقص يفضي المحل ويدخل الكلب جوه ياكل وسطينا على الترابيزه. انا شيماء خميس ودي حكايه على الماشي. ابراهيم نصر قال ان احمد زكي في مره كان عازمه، فراحوا محل كبابجي واحمد زكي طلب كباب وكفته، وشويه والكلاب والقطط اتلمت قدام المحل، فقام احمد زكي راح رمالهم حته كفته، وجه صاحب المحل والعمال يهشوا الكلاب والقطط الا كلب واحد فضل واقف مكانه، فصاحب المحل قام ضربه بعصايه، فقام احمد زكي من مكانه وزعق جامد وخلص الكلب، وطلب من صاحب المحل كيلو كباب وكفته يتحطوا في صينيه مخصوص للكلب زيه زي اي زبون، ومش بس كده سلطات وعيش كمان. الكلب كان بياكل وهو خايف وكل شويه يبص وراه، فاحمد زكي قال لابراهيم نصر شوف الكلب خايف ازاي مع انه الاكل نزله ومخصوص كمان، بس الغدر اللي هو شافه خلاه دايما مش مطمن. وفضل احمد زكي يطمن في الكلب لحد ما اتجمع قطط وكلاب تانيين وقعدوا ياكلوا وبقت وليمه. ساعتها ابراهيم نصر قال اللي عمله ده انا ما اقدرش اعمله، ده كان ناقص يفضي المحل ويدخل الكلب جوه ياكل وسطينا على الترابيزه. ربنا يرحم الفنانين الجمال احمد زكي وابراهيم نصر.